مين فينا ما بيحبش الكفتة؟ طب تعالى اقولك بقى على طريقة في 10 دقايق بس هتعملي احلى صينية كفتة. لا، وعلى عين البوتاجاز كمان، مش هندخلها الفرن، بس بطريقة جميلة جدا ومميزة جدا جدا. هتعجبك، أكلة شهية في 10 دقايق. يعني لو طالعة رحلة، طالعة مصيف، حتى لو جاية من الشغل هتعملها في 10 دقايق، مش هتاخد منك وقت خالص خالص. قبل ما نبدأ بقى ما تنسيش تحطي لايك وشير وتشجعيني عشان نستمر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معايا هنا هو نص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا طماطم، معايا بصل، ومعايا فلفل ألوان، ومعايا قرنين فلفل أو قرنين شطة حراقين. معايا هنا أول حاجة بقى نعمل البصلة بتاعتي يا بنات. هي مش هتاخد مكونات كتيرة معانا، بس اتبعي الطريقه دي جميله جدا على عين البوتاجاز، مش هتاخد منك وقت خالص. معايا البصله اهوت، انا اخدت منها 3 بصلات متوسطين على النص كيلو. طبعا البصل بتاعي انت شايفاه صغير اهوت، متوسط يعني ما هوش كبير. خلاص بشرت البصله بتاعتي اهوت، خدت الطفل بتاعها وصفيتها كويس قوي من الميه، وركنت الميه على جنب اهو زي ما انتم شايفين. هبدا اجيب بقى التوابل بتاعتي وادعك البصله كويس قوي بيها. معايا بهارات كفته، ومعايا بابريكا، ومعايا ذره قرفه صغيره، ومعايا ملح، ومعايا فلفل اسود. تمام. دعكت البصله كويس قوي بالبهارات بتاعتي، وبعدين هنزل اللحمه، وبعدين هنزل معلقتين نشا على معلقتين دقيق. حابه تستغنى عن معلقتين النشا والدقيق هتحطي 3 بنات اهو، بس النشا والدقيق بيديها طراوه، بيدوا الكفته طراوه، بتبقى هشه وجميله. خلاص انا حطيتها في الكبه، ضربتها ضربه كمان، وبدات اصبع فيها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بصبعها اهوت عادي خالص، من غير ولا زيت ولا غير اي حاجه اهوت، لان انا هحطها في الزيت اساسا. بدات صبعتها اهوت زي ما انتم شايفين. عملوا معايا كميه حلوه قوي، نص كيلو عمل معايا كميه كويسه، يعني تقضي غدا كويس. خلاص كده يا بنات اهيت، هي مش شماعه وزي الفل معايا اهيت. هحط معلقتين زيت او معلقتين سمنه او زبده اللي تحطيه في طاسه على النار، وبعدين تنزلي الكفته بتاعتك. الكفته بتاعتك اهيت زي الفل معاكي، طبعا مش هتتفكك معاكي، اتبعي بالخطوه ديت وهي مش هتتفكك خالص معاكي. هتحطيها دقيقتين بالظبط، ما تقلبيش فيها، ما تجيش ناحيتها خالص. بعد الدقيقتين بتقلبيها بقى براحتك اهو زي ما انت شايفه، بتديها صدمتين من الجنبين وتروحي شايلاها. خلاص طلعنا الكفته اهو زي ما انتم شايفين يا بنات، حطيناها في طبق. طبعا التحمير بتاعها زي ما انتم شايفين كده، انت بتهدي النار وبتحمريها زي ما انت شايفه كده، يعني ولا منها محمره قوي ولا منها باهته برضو، عشان لسه الخضار بتاعي في نفس الطاسه. البصل، طماطم، فلفل الوان، وقرنين فلفل حراقين، ومعايا طبعا الملح والبهارات بتاعتي حطيت برضو عشان الخضار بتاعي مش مملح. وما تزوديش البهارات في الخضار قوي، لان الكفته هي متبله معايا. وحطيت ميه البصل زي ما انتم شايفينها كده يا بنات اهو، وطبعا معلقتين صلصه. نزلت الكفته اول ما اتسبكت معايا، اول ما الطماطم اتسبكت معايا وبدات خلاص كده اتهرست معايا، بتروحي منزله الكفته بتاعتك زي ما انت شايفاها وفردها في الصينيه بتاعتك. بتنزلي عليها نص كوبايه ميه، وخلاص على كده بتسيبي بيها بقى يعني 3 4 دقايق، وبتطفي عليها زي ما انت شايفه كده لغايه ما الميه تتشرب معاكي. شايفين الجمال؟ تحفه يا بنات، جميله جدا. تعالي بقى اما نعمل سلطه الطحينه الجميله الرهيبه اللي بتتعمل في المحلات وبتبقى كريميه وجميله جدا. معايا هنا كوبايه زبادي اهي زي ما انتم شايفين، حاطين عليها فصين توم مهروسين. ونروح منزلين بالملح والبهارات بتاعتي، ملح بهارات وفلفل اسود. وممكن تحطي بابريكا او شطه زي ما تحبي. تمام. خلاص كده هنقلب المكونات دي كلها في بعضها كده، وبعدين ننزل عليها بالطحينه بتاعتي، الطحينه الخام بتاعتي، طحينه خام عاديه خالص اهي زي ما انتم شايفين. 4 5 معالق طحينه خام اهي على علبه الزبادي او على كوبايه زبادي زي ما انتم شايفين. وبعدين تقلبي كويس جدا. معايا معلقه خل بقى ونص ليمونه هنعصرها ونزود، وطبعا هتزودي الميه على حسب القوام بتاعها. تمام. هي بقت زي الفل معايا اهوت. انا زودت لها بس يا دوبك ربع كوبايه ميه، ما خدتش ميه كتير، لان الزبادي اهوت بيمتص اي حاجه فيها. يعني بيديها قوام حلو، الزبادي بيديها قوام حلو جدا. خلاص كده يا بنات هحطه بقى في طبق التقديم اهوت، وحطيت نص طماطمايه، يعني حاجه بسيطه طماطمايه كده للتزيين. طبعا كنت عامله رز اهوت برضو، ممكن نعملها بالعيش برضو، تحطيه في العيش تغمسي بالعيش، وممكن بالرز زي ما تحبي. جنبه طبعا سلطه طحينه وسلطه مشاوي، ويبقى الف هنا على قلوبكم زي العسل اهوت. بصي ما خدتش وقت خالص مني، وجميله وطالعه تحفه تحفه، طعمها رهيب يا بنات. قومي جربيها واعمليها وقولي رايك في التعليقات، وقولي لي من اي بلد انت بتشوفيني. شايفين الجمال؟
متماسكة وجميلة جدا زي العسل، وبمكونات بسيطة جدا جدا، ما حطيناش ولا خضرة ولا حطينا اي حاجة فيها. شايفين الجمال؟ تحفة يا بنات. طبعا ممكن تقدميها مع رز وسلطات، سلطة طحينة وسلطة مشاوي، وممكن تحطيها برضو مع عيش اهوت ومع طحينة. جميلة جدا جدا ومخدتش وقت خالص زي العسل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتقولي من اي بلد بتشوفيني، وحطي لي تعليق حلو كده. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. تسلم ايديكم وعينكم قدام. باي باي.